من اكتر الحاجات اللي اي منتج ممكن يجيب منها فلوس في السينما هي السلاسل. سلسله زي بتاعت عمر وسلمى مثلا، الجزء الاول والتاني بس ارباحهم وصلت ل9 مليون دولار تقريبا. بس السؤال، هل معنى ان فيلم الناس حبته لو قلبته سلسله ينجح؟ واجابه السؤال ده ان السلسله مش ممكن بس انها تفشل، دي ممكن تخلي شركه الانتاج نفسها تفلس وتقفل بعدها. شركه كانون فيلم مثلا قفلت نهائي بعد فشل سلسله سوبرمان، لدرجه ان السلسله نفسها اختفت 20 سنه تقريبا. وده عشان السلاسل فيها قاعده لو ما فهمتهاش ممكن تعمل لك كارثه. والقاعده بتقول ان لما الجمهور يحب الجزء الاول لازم الاجزاء اللي بعده تبقى اجمد عشان السلسله تنجح. بس لما القاعده دي جت مع سلسله ولاد رزق حصل حاجه محدش فاهمها لغايه دلوقتي. في نفس الوقت اللي الايرادات كانت بتطلع من 12 مليون ل 100 مليون ل 250 مليون، تقييمات كل جزء كانت بتنزل. الجزء الاول تقييمه اعلى، الجزء الثاني اقل شويه، الجزء الثالث اقل بكتير. وبالرغم من كده ولاد رزق بيفضل حرفيا اقوى سلسله افلام اتعملت في تاريخ السينما المصريه. وده وصلنا لسؤال غريب شويه، ازاي سلسله ناس كتير شايفه ان اول جزء فيها هو احسن جزء قدرت تنجح اكتر مع كل جزء جديد؟ من 70 سنة لما فيلم اسماعيل ياسين في الجيش نزل ونجح وكسر الدنيا، السينمات عندنا اكتشفت واحدة من أخطر الحاجات التجارية، إن أسهل حاجة تبيعها هي حاجة الجمهور حبها قبل كده. ومن هنا بدأت أكبر إعادة تدوير في تاريخ السينما المصرية. اسماعيل ياسين في البوليس، اسماعيل ياسين في الطيران، اسماعيل ياسين في البحرية، اسماعيل ياسين في دمشق، وأكتر من 15 فيلم تقريبا بنفس التركيبة. بس بعد الجزء الخامس لاحظوا إن السهم بدأ ينزل شوية، لغاية لما وصلوا للجزء ال15 محدش دخله تقريبا. ومن بعدها عصر اسماعيل ياسين كنجم شباك أول بدأ يختفي. فساعتها فهموا حاجة مهمة جدا، إن السلسلة مش ضمان نجاح أوتوماتيك، وإن في قاعدة بتحصل مع 90% من أي سلسلة بتتعمل، النجاح بيجيب جمهور، والجمهور بيجيب جزء تاني، ومع كل جزء جديد اهتمام الناس بيقل. ومعنى ان اهتمام الناس يقل يعني الفلوس تقل هي كمان. عشان كده عمر وسلمى الجزء الثالث مثلا كان الاقل ايرادات في الثلاث اجزاء. فلما الجزء الاول بقى من ولاد رزق نجح، بداوا يفكروا في جزء تاني. وهنا ظهرت اول مشكله حقيقيه في الجزء الثاني من ولاد رزق، ازاي ما يكرروش غلطات السلاسل اللي فاتت، وازاي السلسله تحافظ اصلا على اهتمام الجمهور القديم وفي نفس الوقت تجيب جمهور جديد. لمني بقى اخواتك عشان عايزكم في شغل ايه يا باشا؟ طيب ركز معايا في الحته دي، لان دي تقريبا هي الفيديو كله. في اي سلسله الجزء الثاني لازم يكون اقوى من الجزء الاول. وهنا صناع الفيلم بيقفوا قدام 3 طرق هم الاشهر عشان اي سلسله تبدا. اول طريق انهم يرجعوا فلاش باك لورا، وده معناه انك بدل ما تكمل القصه لقدام ترجع لورا وتحكي البدايه. وفي حاله ولاد رزق 2 ده ما كانش هينفع، لان في اغلب الحالات الطريق ده بيتعمل لما السلسله تبدا تجيب اخرها كده، ودي بتيجي تقريبا بعد الجزء الثالث او الرابع. وكمان هو كارت جامد قوي بيستخدموه لما الممثلين اللي في السلسله يكبروا، لان ساعتها الطريق ده بيسمح لهم ان هم يجيبوا ممثلين اصغر يمثلوا النسخه الشابه من ابطال السلسله. وده بالفعل اللي طارق العريان هيعمله في الجزء الرابع. احنا بنعمل ولاد رزق 4 بس احنا بنعمله بشباب صغير وراجعين فلاش باك ورا. فكده طارق العريان بيبقى قدامه طريقين بس. اول طريق ان كل جزء يبقى مبني على اللي قبله، يعني الشخصيات تكبر والجمهور يكبر معاها، وده غالبا الطريق اللي بيطلع منه اعظم السلاسل في التاريخ. بس مشكلته ان هو لازم بيجي عند جزء وبيقفل القصه، يعني بيخلي السلسله ما تكملش. وكمان بيحتاج كتابه ذكيه قوي وسيناريو متمخمخ له كده، وده بياخد وقت كبير، وكمان الريسك فيه عالي. والريسك هنا مش انه يبقى وحش، لا، الريسك ان الفيلم يبقى اعمق واجمد من اللي الجمهور جاي عشان يدفع له. وفي سلسله ولاد رزق الناس داخله الفيلم في العيد، يعني فاهم، مش عايزين تعقيد بقى ولا قصه وجوديه تغير حياتهم. ولا عاطف انت مش بتحبني؟ لا، احنا داخلين نفرفش شويه كده ونطلع يعني. بحبك يا رجب، انت مثل اللي في الاعلى. وهنا بيجي الطريق التاني اللي اسهل بكتير، لانه بيحول الشخصيات نفسها لبراند، وكمان بيساعده ان هو يغير القصه كل جزء، يعني يعمل شرير جديد، مشكله جديده، عمليه جديده. وهنا حتى لو مشاهد ما شافش الجزء الاول بيقدر يخش الجزء التاني وبيتفرج عادي. والاحلى كمان ان السلسله فيه ما بتخلصش، يعني ممكن كل فيلم قصه جديده عادي، وده اسهل وبيضمن ان الفيلم ينجح تجاريا. بس مشكلته انه على الناحيه التانيه بقى بيحول السلسله اجباري الفورمولا، وده بسبب ان الجمهور ساعتها ما بيبقاش مستني قصه، فصناع الفيلم ساعتها بيهتموا بالابهار والتجربه اللي المشاهد هيشوفها. ودي بتكون بمعنى اي حاجه زودها، يعني نجوم اكتر، مطاردات اكبر، يعني دراما، اكشن، اي حاجه كبرها. وفي الحاله دي ما بتشوفش العمق الفني او السيناريو اللي يخليك تخرج تقول لي انا مش قادر انسى الفيلم ده. وفي السينما دلوقتي 90% من المخرجين والمنتجين بيختاروا الطريق التاني، وده بسبب ان الطريق ده هو اكتر طريق مضمون، اسم براند ناجح، اكشن كبير، افيهات سهله، وده اكيد هيجيب ملايين في شباك التذاكر. ايوه بقى
ففي الجزء التاني بقى من ولاد رزق، طارق العريان كان لازم يختار طريق من الاتنين، واللي مصعب الموضوع اكتر ان الجزء التاني ده هيبقى اخطر جزء في السلسله كلها، لان الجزء الاول ممكن ينجح بالصدفه ماشي، لكن الجزء التاني هو اللي بيقرر اذا انت عندك اصلا سلسله ولا لا. طيب دلوقتي عندي هلع اسمه اولاد رزق 2، فكره انه تو ده بيقع ساعات. وهنا مخرج الفيلم عمل حاجه ذكيه جدا وغريبه في نفس الوقت، هو عايز يحافظ على الجمهور القديم ويقدم لهم عمق درامي وقصه واخراج قوي، وفي نفس الوقت يجيب جمهور جديد في الجزء الثاني اللي هو داخل يهاف فن شويه ويخرج. الحل المنطقي هنا ان هو مجبر يختار طريق واحد من الاثنين، لكن اللي حصل فعليا ان طارق العريان اختار الطريقين. ولاد رزق عموما تركيبه صعبه. اختيار الطريقين هنا ممكن يكون حركة حلوة ومضمونة، بس فيها معادلة صعبة شوية، وده تفهمه لما تسمع طارق العريان بيقول ان فعليا احداث الفيلم كانت معقدة، والاحداث معقده سنه، يعني اللي يقرا الفيلم ما يفهموش. وان الممثلين كان طول الوقت عندهم اسئلة وهو قال لهم هتفهموا في الاخر. حتى الممثلين دايما كان عندهم اسئله طول الوقت، وانا كنت مراهن على فكره لو شفته هتفهمه. وده حصل لانه عشان يجمع الاتنين اخد قلب الطريق الاول ولبسه طقم الطريق التاني. يعني ببساطة لو انت من الجمهور القديم، الجزء التاني هيديك نفس الاحساس اللي انت حبيته وبيكملك القصة عادي، وده هتشوفه مثلا من اول لقطة لما عاطف بدأ يحكي اللي هم فيه دلوقتي واللي حصل لهم. بس دلوقتي بقى يا باشا حالهم بقى يصعب على الكافر ومتكحرتين اخر كحرات. وعلى مدار الفيلم برضو القصة بتكمل بشكل طبيعي ما فيهاش مشاكل. يعني الجزء الاول خلص على انهم ضحكوا على الضابط رؤوف حمزاوي. السلام عليكم. الجزء الثاني رؤوف حمزاوي بيشتغل معاهم وبيعملوا عمليات جديدة. لمني بقى اخواتك عشان عايزكم في شغل. شغل ايه يا باشا؟ الجزء الاول رجب عامل عاطف. بص يا باشا، ولاد رزق دول ما يستغنوش عني. الجزء الثاني عاطف ورجب بيرجعوا لشخصياتهم عادي. ولاد الرزق اعتبروني الخامس بتاعهم. شخصية ربيع مثلا كانت في الجزء الاول بتحب الكباريهات والسهرات والكلام ده، الجزء الثاني كمل في نفس الطريق، فكده الشخصيات بتكمل القصة بشكل طبيعي جدا. ربيع اللي هو كان بيحب الكباريهات مشي في العالم بتاعه، وحتى في ابسط التفاصيل صفات الشخصيات كانت زي ما هي ما اتغيرتش، زي مثلا حركة المناخير اللي كان احمد الفيشاوي بشخصية عاطف بيعملها في الجزء الاول، هتلاقي احمد داوود عاطف طورها بقى في الجزء الثاني وبقى بيعملها بحركه اللي هي عوجه الراس. وفي الموضوع ده بالذات كان في تفصيله عجباني قوي، ان عاطف مش بيعمل الحركه دي على الفاضي وعلى المليان، وانت بتتفرج على الفيلم سواء الجزء الاول او الثاني ابقى ركز فيها، هتلاقيه بيعملها لما بيكون متوتر بس. بس في العادي وهو مفيش مشاكل حواليه او اي حاجه هتلاقيه بيتكلم بشكل طبيعي ومش بيحرك راسه ولا بيتهته. الو ايوه، ده عمل حادثه كبيره قوي وخبط. وده بالظبط قلب الطريق الاول. طيب كده ناقص بقى انه يجيب جمهور جديد، وهنا الحل انه اخد نفس الفورميولا الثابته اللي نجحت اوريدي في الجزء الاول وعملها في الجزء الثاني. يعني اول الفيلم خناقه ومطارده، حد بيتحقق معاه وهو اللي بيحكي القصه. انت بتستقبل ولا اهبل؟ لا اهبل. رضا عايز يتوب، ابعد عن الحرام يا رضا، الحلال يا رضا، ما تستحملش. الظروف بترجعه، انت نسيت لما ابنك تعب اتهنى واتذلنا ازاي عشان نعرف نعالجه. الاخوات بيتفرقوا، انا عامل العمليه دي يا رجاله، يحصل خيانه، وانا مش قلت العمليه دي ما تتعملش. وفي اخر 20 دقيقه يرجعوا لبعض ويحصل التويست. الجزء الاول الفيشاوي بيكذب، مين الواد ده؟ ده عاطف الاصل يا باشا. الجزء الثاني داوود بيقول الحقيقه واخواته هم اللي بيكذبوا عليه. انت العبيط ولا بجد؟ عشان كده لو بصيت على الثلاث اجزاء حتى مش الجزئين دول بس، هتكتشف انك تقريبا بتتفرج على نفس الهيكل كل مره. احنا عاملين فورمات 3 مرات نفس الشكل، بس الفرق اللي بيحصل بقى، وده بالظبط اللي اتعمل عشان الجمهور الجديد، ان هو زود الابهار والتجربه. يعني اول جزء ولاد رزق بيلعبوا في منطقتهم، الجزء الثاني بيروحوا اماكن بعيده عنهم ومع ناس اخطر، وهنا مثلا اختاروا اسر ياسين. ودول بس دول لازم. الجزء الثاني النجوم فيه اكتر، الاكشن اقوى والكوميديا اعلى. انا اصلا جايب بوكسر ليا بس مش خساره فيك يا عطوف. وهنا بيوضح لك السر اللي بجد انا شايفه عبقري. تخيل انك لو من الجمهور القديم مش هتحس ان ده فيلم منفصل وان هو بيكمل على اللي فات، وفي نفس الوقت اللي اول مره يشوف الفيلم هيحس نفس الاحساس بتاعك في اول مره انت شفت الفيلم. اللي ما شافش الجزء الاولاني يقدر يشوف الجزء الثاني عادي. هو مستقل تماما. يعني بشكل بسيط جدا في الجزء الثاني طارق العريان حرفيا ضمن الجمهورين، وبكده كل واحد بيشوف الفيلم بشكل مختلف، والاتنين بياخدوا اللي هم عايزينه. شكلها فيها نوش. وهنا بقى سؤال واحد بس، لو الخلطه دي كانت ذكيه فعلا، ليه ناس كتير لسه شايفه ان الجزء الاول احسن؟ وليه الجزء الثاني اصلا نزل شويه في التقييم؟ وده حصل بسبب واحد بس، ان ببساطه التويست في الجزء الثاني بقى متوقع. في الجزء الاول نفس الفورمات والتويستات دي كانوا اول مره نشوف زيهم وكانوا عبقريين. في الجزء الثاني تمام حلوين، ويمكن الجزء الثاني اقوى واعلى في كل حاجه من الاول، بس ستيل احنا عارفين ان في تويست وعارفين الفورمات،
فعنصر المفاجأة هنا قليل، لكن بتفضل الخلطة دي هي اللي خلت ولاد رزق 2 ينجح بشكل مرعب لدرجة ان ارباحه وصلت ل 100 مليون جنيه. بس المشكلة اللي حصلت ان على قد ما الحركة دي نجحت تجاريا، هي نفسها كانت اكبر مشكلة حصلت في الجزء الثالث. كنا خايفين جدا واحنا بنعمل ولاد رزق 2 لان ولاد رزق الجزء الاولاني نجح نجاح كبير جدا.